إذا فالخلق الإسلامي أو الخلق الديني بالمعنى العام خلق لا يميز بين جنس ولا جنس، ولا بين لون ولون، ولا بين قومية وقومية. هذا معناه إيه؟ إنسانية. بعد ذلك إذا تجاوزت هذا القدر وجدت ده يعطف على الحيوان، فكيف يطلب منه أن يعطف على الحيوان وبعد ذلك لا يعطف على الإيه؟ على الإنسان. الرسول يقول في كل كبد رطبة أجر. معنى كبد رطبة أن لله كبد يعني الحيوانات، في كل كبد رطبة أجر. وأنتم قد مر بكم أن إنسانا مشى فرأى كلبا عطشانا ولم يجد وعاء يسقيه فيه، فماذا صنع؟ فاحتال ونزل إلى البئر وأخذ خفه وملأه ماء وسقى الكلب، فغفر الله له. تبقى الخلق الإسلامي الذي تعدى الإسلاميين إلى غير الإسلاميين من الناس، ثم تعدى إلى الحيوانات. وأنتم أيضا قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى معنى ذلك أن الخلق الإسلامي متعدي ولا لا مش متعدي؟